السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. بصوا يا حبايبي، النهارده بقى هعمل معاكم روتة في اوضة الاطفال بعد ما نقلت السراير. انا اخر فيديو معاكم كنت ناقله سرير لملك وسرير لمريم، بس هي ولد يعني مش بيرضوا يناموا على سرايرهم، هما الاتنين بيناموا على سرير واحد. فانا بطبق كده السرير الاولاني ده. ان شاء الله انا غسلت بطانيه، فاضل البطاطين دي اللي هي مش نظيفه، ان شاء الله برضو هغسلها معاكم. بس البطاطين الكبيره بغسلها في المغسله. فانا عندي 4 بطاطين اطفال وبطانيتين كبار واللحاف، فانا غسلتهم، فاضل بس البطانيه دي والاتنين دول واللحاف. ان شاء الله بس الجو يدفي شويه، لان الدنيا برضو لسه ساقعه تلج، فتدفي شويه ان شاء الله، واظبط الدنيا برضو اكتر من كده كمان. بصوا حبايب قلبي، انا هنا التسريحه دي لو تفتكروا هنا كانت في الصاله، كنت التسريحه دي حطاها في الصاله، فانا قلت بقى لا، انا لازم اشيلها. لما شلتها معاكم في اخر روتين لوحدي ودخلتها هنا في الاوضه، زحزحتها كده ودخلتها في الاوضه. بصراحه هنا شكلها جميل قوي واجي اسرح لبناتي ولا اغير لهم ولا حاجه، ما اطلعش من الاوضه، ابقى في نفس. يعني بصراحه حاسه هنا استفدت انتوا كل ما عيادكم بتكبر بصوا عايزه عايز حاجات يكون شكلها حلو بس بتنفعني اكتر. الحمد لله مرتاحه قوي بالنظام دوت. هنا بقى كانت الستاره دي طويله لحد هالي، فطلع زيادات، عملت منهم مفرشين للتسريحه نفس الستايل الستاره، واتنين للكومودينو. فهو عندي كومودينو واحد، اتنين تسوال وواحده صغيره. فهنا بقى دي واحده الوال عملت التسريحه ومجوز واحطها قدامكم على الكومودينو. شكلهم جميل وفي نفس الستاره، فاللي بيدخل الاوضه يلاقي الاوضه كلها بعضها كده. هنا بقى المكنسه بتاعتي ما عادتش بتشفط، فقلت لا، انا هعينها بقى بدل ما هي مكركبه لي الاوضه، انا بعينها كده في الدولاب وبغطيها بالبان خالص. فهنا بقى انا جبت شماعات وعلقت عليهم هدوم بناتي وهدوم محمد كمان بتاعه الخروج، كل هدوم الخروج الدولاب عشان ما تتبهدلش، وهدوم المدارس وكده، لان طبعا الدولاب عندي فاضي، فقلت لا، انا هحط فيه هدوم عيالي احسن اعلقهم على شماعه. نزلت اشتريت شماعات، اشتريت 12 شماعة ب10 جنيه، 6 نبيتي و6 مش عارفة ازرق ولا او اخضر، مش عارفة، او زيتي غامق، حاجة زي كده، هما اللي في ايدي دول. فانا قلت اعلق بقى هدوم المدرسة بتاعت ملك ومريم كده، وعلق هدوم محمد وهدوم عيالي بتاعت الخروج عشان ما تتبهدلش وكده. فهي دي الشماعات اللي انا جبتها، جبت ال 12 شماعة ب10 جنيه. فهنا بقى هعلق هدومهم واحطها لهم في الدولاب. بس كده يا حبايبي، هبدأ بقى ارتب الدولاب زي ما انتوا شايفين كده، بحط فيه هدوم، بحاول على قد ما اقدر ارتب الاوضه واحاول انظمها كده. بصوا حبايب قلبي، التجديد جميل قوي، ان شاء الله لو مفرش، ان شاء الله لو ملايه سرير، اي حاجه، اي حاجه بتفرحني. يعني انا بحب التغيير خالص، وساعات بغير الاوضه لوحدي. حاولي كده تغيري حاجة من مكانها تحسي ان انت فرحانة. يعني مثلا لو عندك كومودينو، مثلا شيليه، غيري مكانه، غيري مكان السراير. لو اوضتك ضيقة، جيبي ملاية سرير جديدة، جيبي ستارة مثلا جديدة، فازة، ورد، قلل الامكانيات. نفسيتك ذات نفسها تبقى تحسي ان نفسيتك كده مبسوطة. هنا بقى انا عاينة لعب عيالي كلهم لانهم بيبهدلوا لي الدنيا وما عادوش بيرضوا يلموهم. بس كده يا حبيبي، هنا بقى عندي البتاعة دي بعصها كلوريكس ألوان كده وأعصرها جامد قوي، وأبدأ بقى ألمع بيها الموبيليا، بتخلي ريحة الأوضة جميلة. أو الكلوريكس الألوان الأزرق مش بتبوظ الخشب ولا حاجة، بس أنا بشغل المروحة وببقى عصرها جامد قوي. فبلمع كده الكومودونيات والخشب، وبعدين بقى بغسلها واحط فيها نقطة كلوريكس ألوان تاني، واطوق ولمع بيها الحيطان، وبرضه بعصرها برضه واطوق بيها الارض، اسيق بيها الارض. مش بسيق تسيق بقى ميه وكده عشان السقعه وكده، لا، بتلميعه بسيطه كده عشان السقعه برضه. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده ظبطت كل حاجه. هبدا اعين شنط ملك هنا في الكومودينو، بعلهم الشنط والكتب والكراريس والحاجات دي. بس كده يا حبايب قلبي، هكنس بقى الارض. بصراحه يعني بس كده يا حبايبي، هبدأ بقى أكنس الأرض وأسيق الأرض كده، يعني على الناشف، يعني بعصرها وأحط عليها نقطة كلوريكس ألوان،
واسيقها كده ايه على الناشف. هتشوفوا بس كده يا حبايبي. هبدأ بقى ايه اكنس الارض كده زي ما انتم شايفين. والله اللي بصي رواقي على قد ما تقدري، اتشجعي وروقي على قد ما تقدري. ان شاء الله لو تروقي اوضه واحده، تاني يوم هتبداي باوضه تانية، تالت يوم هتبداي باوضه تانية. بصراحه انا الكاميرا بتاعتي دي تصويرها وحش وبتضايقني، فان شاء الله ربنا يرزقني يا رب واجيب تليفون احسن من دوت، لان التليفون ده مزهقني خالص. هنا بقى هبدأ اسيق على الناشف، هي معصورة بحط فيها بس نقطة كلوريكس وبلمع الارض بس، مش تسييق بالمية وكده. هفرش بقى تاني وهروح اغسل ال- اللي هي المساحة. هغسل المساحة وهحط فيها نقطة كلوريكس الوان والم الكنسة بالجاروف، وارجع بقى اغسل الحيطة معاكم. هنا بقى خلاص كده كنت عملتها وبقفلها. هغسل بقى الحيطة بمسكها كده، بصراحة هي بتلمع لي الحيطة خالص وهي بحسها جميلة. هلمع كده معاكم الحيطة وهدخل بقى بعديها على السراير كده، اخدهم معايا في سكتي لان نسيت المعهم. بصوا حبايب قلبي، حاولي ان شاء الله لو مثلا ايه، انا ساعات ببقى بصحي من النوم مقريفه مليش مزاج اعمل اي حاجه. ابدا بقى اعمل ايه؟ ابدا مثلا إيه، يعني مثلا انا النهارده عندي اكلي، اجي مثلا ايه إم، النهارده عندي اكلي، اجي مثلا اقوم جايه إيه مروقه اوضه، مروقه الصاله، غاسله كوتشيات، غاسله هدوم. ما عنديش اكل بدخل على المطبخ اغسل المواعين اروق الدنيا كده. بس الحتت اللي هي بقى اللي تحت دي باخدها انا كده، بفك المساحة وببدأ اعملها بايدي، المع السراير كده بايدي واظبط الدنيا كده. ربنا يا رب يوفق الجميع. بس بعمل كل حاجة كده والحتت اللي هي مش طايلة. بصوا بقى الأوضة بعد ما مسحت الحيطة، الأوضة بتبقى بتضوي. بصراحة أحسن دهان عملته اللي هو دهان الزيت. أي حد عايز يدهن يغسل فيها ليل ونهار. يعني الأوضة دي إيه، متبيضة وانا حامل في مريم دلوقتي ما شاء الله عندها 6 سنين، وكأني لسه مبيضاها، يعني هي اجدد من الصالة كمان. بس كده يا حبايبي، كده خلصت معاكم الروتين، وان شاء الله هنزل معاكم فيديو تاني. ربنا يوفق الجميع يا رب. لو في اي حاجة في التصوير او اي حاجة، انا وقفت الفلاش عشان التصوير يبقى واضح ولما بشغل الفلاش مش عارفة الكاميرا بتلغوش ليه. فهنا خلاص انا صلحت أكرة الباب، ببدأ بقى ايه بروق الأوضة وبقفلها على طول. أحلى حاجة إن إيه إن الباب بقى بيتقفل. بس كده يا حبيبي، ربنا يوفق الجميع. ما تنسونيش في اللايك والدعاء.